تعالوا النهارده نعمل مع بعض شاورما اللحمة في البيت بكل سهولة، وهقولك على السر اللي يخليها تطلع زي المطاعم وأحلى كمان. تابع معايا الفيديو للآخر عشان تعرفي كل التفاصيل، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك وشير، ولو مش مشتركين في قناتي شرفوني باشتراككم فيها. ونبدأ ونقول بسم الله. أول حاجة كده معايا هجيب بولة كبيرة، هضيف فيها ربع كوباية من الزبادي، وربع كوباية من الزيت، وربع كوباية من الخل، وربع كوباية من الطحينة. وهجيب ليمونة كده كبيرة هعصرها وهضيفها على المكونات. بعد كده بقى هضيف معلقة صغيرة خالص من التوم المفروم، وهقولك بقى على التتبيلة بتاعة الشاورما اللي هتنقل معاكي الشاورما في حتة تانية خالص. معايا نص معلقة صغيرة من الجنزبيل البودر، ونص معلقة من البابريكا، نص معلقة من الكزبرة، نص معلقة صغيرة من الحبهان أو الهيل المطحون، والفلفل الأسود، ربع معلقة صغيرة خالص من القرفة. هخلط بقى التوابل كده كلها مع بعض وهقلبهم كويس جدا مع الخليط اللي انا عملته. هنيجي بقى هنا لقطعية اللحمة، لازم نختار قطعية لحمة تكون بتستوي بسرعة زي وش الفخدة أو الحتة الناعمة. المهم إن هي تستوي معاكي على النار بسرعة وتبقى طعمها جميل. جبت هنا نص كيلو من وش الفخدة وقطعته شرايح رفيعة بالشكل ده، وبعدين حطيتها في الخليط وقلبتها كويس جدا، وركنتها حوالي 3 ساعات عشان تتشبع كده من التتبيلة وتبقى طعمها تحفة. لحد اللحمة ما تتبل بقى هنعمل أحلى طبق طحينة هتجربيه طعمه تحفة. نص كوباية من الطحينة، عليهم معلقتين كبار من عصير الليمون، معلقتين كبار من الخل، رشة صغيرة خالص من الفلفل الأسود، رشة صغيرة من الكمون، ورشة صغيرة خالص من الكزبرة. ومعايا معلقتين كبار من الزبادي بتنقل الطحينة في حتة تانية خالص. ومعايا هنا فص من التوم المفروم، فص واحد بس. وهننزل بقى تدريجيا كده بالمية السخنة، هنسخن ميه في الكاتل كده وهننزل بيها وهنقلب بقى كده بالمضرب لحد ما نوصل للقوام المناسب اللي انت عايزاه بتاع الطحينه. لو احتاجت كمان طبعا ميه سخنه بنحط لها. واخر حاجه خالص هنرش رشه صغيره خالص من الملح، وهنركنها بقى على جنب. هنحضر بقى باقي المكونات اللي هنحشي بيها الشاورما. معايا هنا بصل احمر، ويفضل بصل احمر عشان بيبقى مش حراق. هنضيف عليه شويه من السماق كده ونقطعه شرايح. ومعايا هنا خيار مخلل وجزر، فلفل الوان، وطماطم. طبعا هنركن الحاجات دي كده على جنب لحد بقى ما نسوي الشاورما. طبعا الشاورما ارتاحت كده في التتبيله كويس. هنجيب بقى طاسه تيفال ما تكونش بتلزق، وهننزل بالشاورما كده. ما نكبش بقى الشاورما كده مره واحده، ونخلي الطاسة تكون سخنة جدا عشان ندي صدمة للشاورما ما تنزلش المية اللي فيها. ونحاول بقى نرصهم كده جنب بعضيهم عشان النتيجة تطلع معاكي ناجحة 100%. بس كده. اول بقى ما الوش اللي هو تحت ده يتشوح، هنقلبها على الناحية التانية لحد ما تبقى باللون اللي انتوا شايفينه ده. انا مش قادرة اقول لكم على الريحة عاملة ازاي. طبعا انا قليت بطاطس كده سريعا، طبعا كلنا بنعرف نقلي البطاطس كويس. قليت البطاطس وجهزتها، والطحينة جاهزة، والبصل جاهز معايا، وكل المكونات اللي احنا قلنا عليها جاهزة معانا. نيجي بقى لتحضير رغيف الشاورما. هجيب بقى كده رغيف الشاورما السوري اللي احنا كلنا عارفينه، هنفرده ونتنيه من قدام شويه كده تانية صغيره، او هو بيبقى جاي على فكره متن التانية الصغيره دي. هنضيف اول حاجه معلقه من الطحينه، عليهم شويه من البطاطس المقليه، وكمان هنضيف بقى شويه كده من الشاورما، وشويه من خلطه البصل اللي احنا عملناها بالسماق، وشريحتين كده من الطماطم اللي احنا قطعناها، والفلفل الالوان، والخيار المخلل، والفلفل الاخضر. هنلف بقى الرغيف زي ما انتم شايفين كده. لازم نخلي بالنا طبعا نلفه بالراحه، ونتنيه من الجنبين، ونخليه مقفول من الناحيتين. وهنلفه بقى زي ما انتم شايفين مش هيبقى. هنعمل بقى نوع تاني من الشاورما، وهي الشاورما البلدي اللي بتبقى في العيش البلدي دي، بتبقى طعمها برضو خطير. هجيب كده معلقه من الطحينه، عليهم برضو شويه من البطاطس، نفس الاضافات اللي انا حطيتها في الشاورما السوري. بعد كده بقى هجيب معايا هنا معلقه من صوص التوميه، وصوص المايونيز، وصوص الرمان. طبعا الصوص الرمان ده اختياري بس بينقل. هنعمل بقى تاني رغيف من الشاورما السوري، بس طبعا هنضيف بقى عليه الاضافات اللي احنا ما ضفناهاش في اول رغيف. طبعا نقدر نعملها ساده بدون اي صوصات، ونقدر نعملها بالصوصات. عايزين برضو نشيل مثلا خيار او فلفل او اي حاجه احنا مش بنحبها في الشاورما نشيلها، بس طبعا لو عملتيها بالطريقه دي هتدمنيها.
ان كده هنلف برضو كده الاول حاجه بنتني من الجنبين، وبعد كده بنلف الرغيف. شايفين بقى الرغيف متماسك وعامل ازاي؟ هجيب بقى جريل كده ما تكونش بتلزق برضو، وهنقلب بقى كده الشاورما بتاعتنا اللي احنا عملناها ونشويها كده على خفيف من الناحيتين، وطبعا بتتماسك وبتبقى جميله جدا. عايزين بقى ناكلها بالطريقه دي وهي سليمه كده، بنلفها بورق زبده وناكلها كده عادي جدا. عايزين نقطعها شرايح ونقدمها بالطريقه اللي انا مقدماها دي، حسب حريتكم انتوا وحسب الاولاد ما انا عايزه بيحبوا اقول في لك بقى البيت. بعد ما تجربي الطريقه دي مستحيل الاولاد يصدقوا انك انت عاملاها في البيت من كتر جمالها وحلاوتها. جربيها وعلى ضمانتي، واكتبي رايكم في الكومنتات، وربنا يحسن ما بين ايديكم، واشوفكم على خير قريب ان شاء الله في فيديو جديد.